الدنيا مقلوبة من يومين عشان اسمه ايه ده اللي كان خبط الناس بالعربية وهو تحت تأثير مخدر، وابو رجل اعمال كبير ده خرج بعفو. انا فاكرة كويس اوي وقت القضية دي لما خبط الناس بالعربية وماتوا ويحللوا له مخدرات وطلع كان متعاطي مخدرات. السيد النائب العام لما أصدر بيان بإحالة القضية للمحكمة قال إن هي نزلت جنحة قتل خطأ، لأن القتل الخطأ جنحة في القانون، وجناية تعاطي مخدرات لأن المخدرات سواء تعاطي أو إتجار جناية، وجنحة القتل الخطأ انقضت بالتصالح لأن أهالي المجني عليهم راحوا وتصالحوا في المحكمة، وهو أخد 3 سنين في تعاطي مخدرات، و3 سنين في التعاطي ده كتير جدا، هي 6 شهور أو سنة وممكن تبقى مع الإيقاف كمان. يعني لو ما كانتش القضية قضية رأي عام ما كانش هياخد ال3 سنين، كان هياخد 6 شهور أو سنة. البني آدم العادي اللي بيتمسك في تعاطي مخدرات ممكن ياخدها مع الإيقاف أصلا ما يتحبش. على فكرة كل القضايا الجنايات ممكن المسجون يخرج بعفو عادي. السيد رئيس الجمهورية في كل المناسبات سواء الدينية أو الوطنية اللي هي الأعياد أو المناسبات الوطنية بيصدر قرار بعفو رئاسي عن بعض المسجونين، واللي بيتاجروا في المخدرات مش اللي بيتعاطوا بس، 90% منهم بيخرجوا بعفو. أنا عمري ما شفت واحد مسجون في قضية إتجار في المواد المخدرة وكمل المدة بتاعته كلها للآخر، كلهم بيطلعوا عفو. يعني الموضوع مش حاجة ابنورمال يعني ولا حاجة، ده العادي، ده العادي اللي في السجون اللي في ناس كتير بتخرج بعفو.